الناس متهميني خلاص وحكموا عليا ان انا لو عملت كده انا اشوه صورة شيرين. لا طبعا، لا طبعا، شيرين دي اغلى بني ادم عندي في الدنيا مهما حصل بيني وبينها، ولا يمكن اقبل ان انا اشوه صورتها او حد يشوه صورتها. الفكره كلها انه اللي بيحصل ده صدفه غريبه. انا يعني الناس متهميني خلاص وحكموا عليا ان انا لو عملت كده انا ممكن اكون صورت، بس لا يمكن اكون نزلت وشرحت وجهه نظري ان انا ساعتها كانت هي في مكان معزول مش عارف اخش لها، فحاولت اشتت تفكيرها باي طريقه، حاولت اخوفها عشان تحس ان في حاجه يعني وتفتح ان قاعده تاذي نفسها. لكن انا هو صوره شيرين لا طبعا، ما اقدرش اصلا اعمل كده، ما اقدرش. أنا ادفع حياتي عشان احسن صوره شيرين، مش اشوهها ازاي يعني. شيرين لو حد لو لا قدر الله اللي بتقول لما بتقول انا بحسها على فكره، فده كلام مش مظبوط تماما، ومش معنى ان في مشكله. وانا طبعا انا المشكله دي انا مش فاهمها لحد دلوقتي، بس ده كلام ملوش اي اساس من الصحه، ولا يمكن هيكون ده شعوري ناحيه شيرين، ولا هيكون ده شعوري ناحيه شيرين. القصه كلها ان هو شد حصل، بيحصل شد، اي عيله بيحصل فيها شد ما بين اخ واخوه، ولد ومامته، اب وابنه، ده بيحصل في كل حته. اللي بيحصل ان احنا بنفك الاشتباك، كل واحد فيهم يعني يريح في مكان شويه كده لحد ما يهدى وخلاص. وكان بابا بنات كده كان هياخدهم، كان جاي هياخدها عشان تقعد معاه شويه. ايه المشكله؟ بيحصل على طول. انا بس جبته البلد دي كام ساعه هو ده اللي حصل بالظبط. مش عايزين نكبر المواضيع يا جماعه، مفيش حاجه خالص، مفيش حاجه خالص. لو بقول اتخانقت مع بنتها مش قصدي حاجه وحشه، جاي تكون بنتها يعني محتاجه ان هي تتقرص عليها شويه، عادي يعني. ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني؟ واكيد مفيش ام في الدنيا هتبقى حد يخف على بنت قد امها يعني. اكيد انا ولا مهما حبيت، انا مهما حبيت مريم مش هيبقى واحد على مليون من امهم بتحبهم، وامهم اصلا طيبه جدا وحنينه جدا، فده يعني هو معطاءه. فهي يعني اكيد انا مش بحاول ازكي نفسي عليها، لا خالص. بيحصل دايما ان المتعصب بيجي حد يهديه، ده ايه المشكله؟ بس هو ايه مقلوب المخلص ايه اللي تقضيها هدومه. ده اللي حصل لي بالظبط.